لو حاسس إنك مش مركز، مش قادر تبدأ، وكل تاسك بتاخد منك مجهود مضاعف عشان بس تبتدي فيها، فغالبا أول تفسير بيجي في بالك إنك بقيت كسلان أو يمكن حماسك اختفى. لكن اللي بيحصل غالبا أبسط من كده بكتير. انت بتحاول تشتغل بنفس نظام السنة في شهر معين، في الوقت ده النظام نفسه متغير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بريف مفتوح. أولا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. ثانيا، ندخل بقى في الموضوع اللي أنا جاي أكلمكم فيه النهاردة، وهو إن احنا طول السنة بنشتغل في بيئة مليانة محفزات صناعية، يعني محفزات مش حقيقية أو مش طبيعية. ما بين ضغط مواعيد، مسجز وإيميلات، كافيين، حركة، جري، ضغط وقت، إحساس مستمر إن أنت على طول في حاجة وراك وبتلحقك وعايز تلحق تعملها. كل ده بيخلق حالة طوارئ خفيفة كده حواليك، حتى لو أنت مش واخد بالك منها. الحالة دي لا إراديا بتديك زي دفعة مؤقتة من التركيز، فبتفتكر ان انت شخص بقى عندك هاي انرجي وشخص منضبط في شغلك وعارف تخلص اللي وراك. لكن الحقيقة ان جزء كبير من انتاجك كان مربوط ومدفوع بالظروف اللي انت محطوط فيها وبالجري وبالمشهد السريع اللي انت عايش جواه. لما رمضان بيدخل الدوشة دي بتقل وإيقاع اليوم بيكون أهدى، وجسمك بيقلل الاستهلاك. يعني اليوم شكله بيتغير، ساعات الشغل نفسها بتقل، تلاقي نفسك محتاج وقت أطول عشان تبتدي، محتاج مجهود أكبر عشان تكمل اللي انت لسه بادئه. وهنا أغلبنا بنفتكر إن تغيير الوضع هو اللي غير طريقة شغلنا، لكن الواقع حاجة تانية. أنا بشوف إن رمضان بيعرفنا على طريقتنا الحقيقية، طريقتنا الحقيقية في التفكير وفي الشغل بشكل خاص. يعني لأن لما المحفزات الخارجية بتقل ما بيبقاش قدامك غير النظام الداخلي بتاعك انت، حقيقتك الداخلية يعني. فلو كان مثلا انت عندك نظام بسيط وثابت، هتبدأ تبقى أبطأ شوية لكن هتكمل. لكن لو معتمد بس على الدفعات الخارجية والمحفزات الصناعية اللي كنا بنقول عليها من شوية، فانت هتبتدي تحس ان انت تايه. والحقيقة ان ده مش ضعف شخصية، لكن ده فرق بين شخص بيشتغل بإيقاع منتظم وشخص بيشتغل بشكل مندفع او بالتأثر بالمحفزات الصناعية اللي حواليه. والحقيقة ان الاندفاع دايما صوته اعلى لكن عمره اقصر. ممكن تلاحظ انك بتفتح الشغل وتقفله كتير، تحضر نفسك نفسيا كده لمهمات صغيرة وتلاقي نفسك مش عارف حتى تكملها، تأجل البداية ممكن لساعات، او حتى تلاقي نفسك نص اليوم عدى وانت حتى مش عارف تبتدي على التاسكاية اللي معاك. الاحساس ده في الحقيقة مرهق جدا وبيستهلكك، لانك بتبقى حاسس انك بتقاوم نفسك ودماغك كأنها بتعندك. لكن مش دي الحقيقة، لان انت بس دخلت في وضع زي ايه، كأنك بتحافظ على ال5 سنتي طاقة اللي متبقيين لك. اي حاجة محتاجة تركيز عميق بقت مكلفة وبتستنزفك وبتاخد من مجهودك وطاقتك كتير قوي، فتلاقي نفسك لا اراديا بتحاول تقللها. وده مش لانك مش عايز تنجز، يمكن لانك بس عايز تكمل اليوم، عايز تنام او عايز تاكل، عايز مركز بس على الحاجات اللي بالفعل ناقصاك. المشكلة كمان اننا متربيين على ان الشغل لازم يبقى مرتبط بالحماس، او ده الشغل علمهولنا ان احنا متحمسين فهنطلع نتائج، فهنشوف بقى حاجات افضل طول ما انت حاسس انك متحمس يبقى انت شغال صح. فمجرد ما الحماس يقل بسبب قلة الأكل أو الكافيين أو المية أو بعض المعادن في جسمك مثلا، تحس ان انت مضغوط، تحس ان انت بتحاول تحمس نفسك بس عشان يبقى في حماس يزقك انك تشتغل.
فتزود ساعات وتقارن نفسك بقى بأيام تانية، طب ما أنا قبل كده خلصتها في وقت أقل، أو أيًا كان من الأمثلة اللي تحطها لنفسك وتقارن نفسك بنفسك في الأيام اللي قبل كده، فتلاقي نفسك بتضغط عشان تشتغل أسرع أو تطلّع كمية شغل أكبر، لكن غالبًا النتيجة بتكون عكسية وبتكون زي استنزاف ليك أكتر وإنجاز أقل، ويمكن للأسف إحساس أكبر بالذنب. وده بيدخّلنا كده برضه في loop آمم برضه بتضغطنا، اللي هي بتاعة إن إحنا نحاول نتشجّع فنفشل، فنرجع نلوم نفسنا، فنضغط أكتر، فنتعب أكتر، بينما الحقيقة إن المشكلة مش في قوة الإرادة، المشكلة إن إحنا بنستخدم الtool الغلط، إحنا بنحاول نعالج اختلاف الإيقاع بزيادة الضغط. هنا بقى بتيجي فكرة إن أنت مش محتاج motivation، لأن الmotivation ده ممكن يكون شعور مؤقت أو حاجة كده زي قرص البنادول اللي هيضيّع لك الصداع وبعد كده يرجع لك تاني لإنك ما عالجتش السبب. آآ حاجة بتظهر وتختفي حسب حالتك، اللي أنت محتاجه بجد اللي هيعالج مشكلتك الأساسية هو إنك تقلل الاحتكاك. بدل ما تحاول ترفع الenergy بتاعتك عشان تبتدي، لأ أنت محتاج تقلل المجهود المطلوب عشان تبتدي. بدل ما تقول هاشتغل ساعتين، قُل طب أنا هافتح الfile 5 دقايق. بدل ما تقول أنا هاطلّع النهارده 3 أفكار جديدة، قُل أنا هاعدّل فكرة already موجودة. من هنا أنا عايزة أقول لك إن أغلب الوقت البداية هي الحاجز الوحيد، واللي بعدها المُخ بيدخّلك تلقائيًا في الشغل. وعلى فكرة أنت كده مش بتضحك على نفسك، أنت بتتعاون مع طبيعة دماغك. الدماغ بتحب الأبواب الصغيرة. طيب عشان أبسّطها برضه وأقولها لك بشكل أخف شوية، خلّيني أقول لك إن من الحاجات اللي بتفرق جدًا هي إنك تبطّل تتعامل مع الشغل ككتلة واحدة. يعني مش كل التاسكات محتاجة نفس النوع من الenergy، في تاسكات محتاجة high energy زي مثلًا حاجات ليها علاقة بإنك تاخد قرار مثلًا في حاجة أو تبتدي مثلًا لو أنت designer إنك بتبدأ design from scratch، الcreativity عامةً. وفي تاسكات تانية الenergy بتاعتها أقل شوية زي إنك ترتّب فايلات، تبعت حاجات خلصانة، تختار ما بين حاجات، تعمل review، تساعد حد في الشغل، شوية تعديلات، أو حتى إن أنت ترتّب شوية أفكار مبعترة. لمّا تحاول تعمل النوعين بنفس state of mind، طبيعي إنك هتحس إن أنت مش قادر تعمل ولا واحدة منهم خالص. فخلّي في شغل خفيف كده تفتحه أول ما تبتدي اليوم أو أول ما تبتدي تقعد تبتدي على الشغل، وحاجة بسيطة كده إن هي إيه، تدخّلك في mood الشغل، إن أنت بدأت يومك وبدأت شغلك من غير أي resistance من مُخّك أو من جسمك اللي صايم وتعبان، برغم إن هو مليان طاقة، بس دي الفكرة اللي إحنا متعودين عليها ومُخّك بيحاول يصدّرها لك. بعد شوية ممكن تلاقي نفسك بقى جاهز للحاجات الأتقل، بتلاقي نفسك دخلت كده في إيه، في mood الشغل يعني. ولكن يعني لو ما حصلش يبقى على الأقل أنت خلّصت جزء حقيقي في اليوم، وإن أنت بدأت بدل ما تقعد يوم كامل بتحاول بس إن أنت تبتدي الشغل. حاجة تانية برضه مهمة مش عايزة أنساها، إن إحنا غالبًا بنقيس نجاح اليوم بحجم اللي خلص، مش بقد إيه إحنا قادرين نكمّله. في رمضان بالذات القياس ده مرهق جدًا، 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 وهيستنزفك لإن اليوم مش مبني على نفس الenergy، ولو أنت غيّرت معيار تفكيرك من أنا أنجزت قد إيه النهارده هل أنا قدرت أكمّل النهارده، هتلاحظ إن فعلًا الضغط النفسي بيقل من عليك جدًا، والاستمرار على المدى الطويل بيكسّبك إنتاجية أكبر من ما أنت متخيّل. فخلّيني أنصحك وأقول لك إنك تغيّر منظورك أو وجهة نظرك عن رمضان، مش كشهر الإنتاج بيقل فيه، قد ما هو شهر تبقى عارف إن إنتاجك فيه هيكون مختلف. يعني نوع من الإنتاج فيه شوق أقل وفيه توتر أقل، يمكن يكون أهدى وأثبت، وده اللي بيخلّيك إنك بتكتشف آفاق مختلفة وطرق مختلفة للشغل جواك وأنت مش مدرك إنك قادر تعملها بالفعل. غالبًا
لو قدرت توصل للحتة دي هتحتفظ بجزء من وجهة النظر دي أو طريقة الشغل في رمضان لفيما بعد رمضان يعني. مش هطول عليكم بقى علشان رمضان. قبل ما نختم هقولك شوية حاجات بسيطة كده ممكن تدعم وتأكد كلامنا ده عمليا وتساعدك في الشغل في نهار رمضان. اولا حاول تقلل اجهاد عينيك وتستخدم حاجات في الموبايل او في اللابتوب او الكمبيوتر زي الدارك مود وتقلل الاضاءه بتاعه السكرينز، لان الاجهاد البصري بيستهلك من تركيزك اسرع من اي مجهود ذهني انت متخيله. تاني حاجة حاول تاخد بريك ان انت تقوم مثلا تتمشى في المكان اللي انت بتشتغل فيه او تحرك جسمك بأي شكل حتى لو 3 ل5 دقايق كل شوية، لان جسمك لما بيتحرك دماغك بتعمل ريست كده بتستعيد نشاطها تاني من اول وجديد. تالت حاجة بين الفطار والسحور ركز جدا طبعا ان انت تاخد كفايتك من المية وبين من العناصر اللي انت محتاجها زي المكسرات او الفواكه المجففة كسناكس مفيدة يعني، لأن وانت فترة صيامك اللي بتبقى فترات ساعات طويلة يعني بتبقى جسمك بيفقد فيها معادن هو بالفعل محتاجها بتساعدك على التركيز في تاني يوم في الشغل. لو خرجت من رمضان فاهم إيقاعك مش بس بتنجز شغلك، يبقى انت كسبت مهارة جديدة أهم من أي كمية شغل خلصتها، مهارة انك تعرف تشتغل حتى في الأيام الهادية اللي ما فيهاش أي دفعات من الادرينالين. في نهاية كل حلقة هستنى رأيك تعليقك وسؤالك اللي ممكن يكون موضوع الحلقة الجاية، لأن بريف مفتوح مش حوار من طرف واحد، ده بداية مجتمع نفسي يتوجد من زمان. شكرا انكم وصلتوا لحد هنا واستنوني الأسبوع الجاي. سلام مؤقت.